بلد. والعدوي ايهاب بيلعب العرضيه وعلى طول عسيل حلوه، يا سلام عليك يا كوره وجوه الجول محمد شريف. والله الله الله يا ولد يا ولد يا ولد. للزميل عبد الناصر زيدان وضيوف الكرام، وبنبارك للكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لفريق ديكنس الخروج بنقطه التعادل من مباراه صعبه النهارده امام فريق بلديه المحل. تقول ايه النهارده يا كابتن؟ بقول طبعا الحمد لله رب العالمين على نتيجه التعادل. بنلعب فريق كبير زي بلديه المحله ومعاهم جهاز فني كابتن رمضان السيد وفي ملعبه، وفريق لسه غالب طنطا المتصدر الاسبوع اللي فات، فكان لقاء صعب جدا. ركزنا في المباراه واجتهدنا، هم كانوا افضل مننا بكتير جدا في الشوط الاول، الحقيقه لازم تتقال. احنا الشوط الثاني حاولنا ان احنا نخش في الجيم، يعني الحمد لله عملنا تغييرات هجوميه الحمد لله. وبس الشوط الاولاني انت عارف اللي احنا الموقف صعب شويه، الحمد لله كسبنا شربنا الماتش اللي فات وماتش البلديه، وعندنا الماتش الجاي المنصوره في ملعبنا، فهي كانت بس الخوف بس الحمد لله الشوط الثاني قدرنا ورجعنا، وكنا في اخر كره انت شايف محمود كنا ممكن نكسب الماتش. والله الحمد لله كابتن محمود، انت شايف المباراه النهارده كانت سجال بين الفرقتين. يمكن الشوط الاول كان البلديه مستحوذ وكان مأدي جيم كبير عالي جدا، احنا كنا منكمشين شويه، لكن الحمد لله يمكن الخضم معانا لعبه صغيره، واللعبه لسه الخبره ان شاء الله لسه جايه لهم قدام ان شاء الله. الاعمار السنيه بتاعتهم 22 سنه و23 سنه. نستحق البونت النهارده. بنلعب فريق كبير زي فريق بلديه المحله، وبلديه المحله لو ادائها كده من اول موسم بتاعي كانت تتصدر المجموعه. احنا الحمد لله جينا الشوط الثاني ما جيناش الشوط الاولاني. حكم المباراه كابتن هشام كان محجم الماتش شويه من ناحيتنا احنا. الحمد لله حضرتك شايف كل حاجه زي انت بتتكلم في اول لقاء، كم فرصه ضايعه في الشوط الاول، ودي طبعا عقبنا. احنا ما قصرناش في الملعب والله، ولا حد عايز يقصر، طبعا عايزين نكسب ونخش طبعا في الجدول الامور تمشي. طبعا الكابتن رمضان مش متاخر انا في اي حاجه والله، تمرين ويعني مستحقات الناس ده ما تاخرش في اي حاجه. حقق فريق ديكنس المفاجاه وعاد من استاد بلديه المحله باغلى نقطه بعدما تعادل مع فريقها بهدف لكل منهما. رصد هذا التقرير كاميرا صلاح الزغبي وتعليق العرب الأشموني، وكان معكم محمود خالد، التلفزيون المصري، قناة القاهرة، برنامج كرة بلدنا. افضل مدير فني في المجموعه الخامسه الكابتن خالد عيد، اما افضل طاقم تحكيم هشام عبد الحميد حكم ساحه، وائل شعبان مساعد اول، ايمن حسان مساعد ثاني، وحكم رابع يحيى فضل من مباراه بلديه المحله وتكرنس. الى المجموعه